اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تروحيش في حتة، لوصفتنا النهاردة عظمة جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل بلح الشام زي المحلات بالظبط، بلونه وسر طعمه وكل التركات والتفاصيل. لو أول مرة بتشوفيني، أنا أماني محمد وقناتي اسمها مطبخ كيوي. متنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان توصلك كل فيديوهاتي. وتعالوا نشوف وصفتنا النهاردة هنعمل ايه. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ونجيب كده معايا كيس سكر، هناخد منه 2.5 من السكر، وهننزل عليهم ب1.5 من المية. السيرم بتاع الشربات، يعني السيرم أو الشربات بتاعي بتاع البلح الشام، بيبقى تقيل، ما بيبقاش خفيف زي بتاع البسبوسة، بيبقى تقيل زي الكنافة. تمام. هننزل ب2.5 من السكر، عليهم 1.5 من المية، وكمان هاخد معلقة عسل نحل أو معلقة عسل جلوكوز اللي موجود عندك حطيه. وهجيب حلة تاني على نار تاني، وهبدأ أحط 2 من المية ونص من الزيت. وتعالوا نشوف كل التركات وكل التفاصيل. هنعمل مع بعض أسهل طريقة لبلح الشام وأنجح طريقة بجد، هتعتمديها مش هتعملي غيرها. إن شاء الله الفيديو يعجبك، وإن شاء الله تحطيلي لايك كتير وتعملي لي كومنتات حلوة كتير زيك. تعالوا بقى نشوف فيديو بتاعنا. بنحكي عن ايه؟ الحله بتاعتي اللي فيها السيرم او الشربات، او شوفي انتي هتسميه ايه، ما سبتها على النار لغايه لما تغلي. هسيبها 7 دقايق وهطفي عليها، انزلها من على النار، هسيبها في مكان بارد. يستحسن انك انتي تكوني بتعمليها قبليها بساعه او ساعتين. انا عشان الدنيا شتا عندي، فحبيت ان انا عادي عملتها كده قبل ما ابدا في اي حاجه وكده، ولا كده هسيب العجينه ترتاح ممكن ساعه. ساعتها الشربات بتاعي هيكون بارد خالص تماما، ويعني مش هيأذيني في حاجة ان انا عملته دلوقتي. هنشوف مع بعض كل التفاصيل. وزي ما قلتلك، انا سبت المية مع الزيت تغلي برضو على النار. تمام. سايباها اهم تماما حاجه ان انا ما اخليهاش تغلي كتير، بحيث ان الميه مع الزيت ما تتبخرش والكميه تقل، لان انا بكون محضره نفس كميه الميه مع الزيت، هي بكون محضراها من الدقيق. تمام. بكون حاطه انا حطيت 2 كوبايات، المفروض كنت احط النص، بس انا خفت تكون اتبخرت ولا حاجه، فحطيت نص معلقه من السكر، وحطيت ذره ملح كده اهو، وحطيت ربع معلقه من البيكنج باودر. هتفرق معاكي جدا التركه دي، جربيها وهتدعيلي. ودي كده حبيت ان انا احط كده 3 معالق كده، يعني مش محصله نص كوبايه قوي، او يعني فاهماني. وهبدا بقى ان انا اقلب كويس قوي، بحيث ان انا اخلي الدقيق كله يستوي على النار. يعني انتوا فاهميني، يعني اهم حاجه ان انا ما اخليش اي تكتلات، واخلي كل الدقيق اللي موجود معايا في العجينه يكون استوى كله على النار. انا هنا كانت البخار سخن جدا، كمان الحله كانت ضيقه معايا، فما كنتش عارفه اصلا اقلب بايه حقيقي. كمان كان الهوك طالع سخونية على ايديا، فما كنتش عارفة اقلب، فكنت باخدها كده على جنب وبعدين ارجع تاني. هنا بصوا، سبت العجينة بردت تماما، هو ده اللي كنت بتكلم فيه. يعني مش هتسيبيها اقل من نص ساعة، عشان احنا كمان في الشتاء، يعني ممكن لو في الصيف هتسيبيها اكتر. ومعايا 4 بيضات ومعايا فانيليا. هنزل بيضة بيضة، هفضل اضرب كده لغاية لما تدوب اول بيضة او تختفي، حتى اللي هنزل بالبيضة التانية. طبعا انا العجينة دي بتاعت بلح الشام سبتها بردت تماما، عشان برضو ما تخليش البيض يستوي من جواه. هنا طبعا حسيت ان الطبق صغير معايا انا وشغالة، فهغيره لطبق تاني. بس طبعا انا هخلي البيضة دي تختفي، وبعدين هبدأ ان انا الم كل الحاجات اللي بتتطاير دي. انا الرخامة عندي نظيفة، بس هجيب طبق كبير شوية بحيث ان انا اضرب براحتي وما بهدلش الدنيا من حواليا زيادة عن اللزوم. انا هنا كنت بعاند، يعني لو انا شايفة الطبق بتاعي صغير، ولا برضو انا هعمل فيه، فاهمين انت الحوار ده. ان شاء الله وصفة النهاردة هتعجبكم، وهتحطي لي لايكات كتير، وهستنى رأيكم في الكومنتات. وهنا طبعا زياد بيشاركني في كل فيديوهاتي وكل وصفاتي، وهنا حسيت ان الحوار بهوأ مني زيادة عن اللزوم، فقلت ما بديهاش بقى، لازم اجيب طبق كبير اضرب فيه، واعرف اتمكن بقى ان انا اضرب العجينة بتاعتي ده كويس قوي، بحيث ان انا كل جزء اكون متأكدة ان هو مفيهوش اي بيض، يعني فاهمين ان مفيش اي اثار للبيض. فلازم اضرب العجينة كويس قوي، يعني لو عندك عجان يكون احسن، هيضربها كويس جدا وهتتحكمي فيها احسن.
هنا بقى خلاص ضربت الكمية بتاعتي كلها واتأكدت ان مفيش اي بيض فيها. شايفين العجينة فيها سنة تلزيق، هي مش سنة، هي سنة كبيرة، يعني فيها سنة تلزيق كبيرة. تمام. هنا بقى رحت جيب كيس الحلواني بتاعي، وجبت القمع بتاع بلح الشام. هنشوفه مع بعضينا طبعا، في ليه احجام مختلفة، في الكبير وفي الصغير. هنشوف الحجم اللي انا استخدمته مع بعض. لو خدتوا بالكم، ده الحجم اللي هو سنانه مش مقفولة لجوه. القمع اللي هو بتاع بلح الشام بس سنانه مقفولة لجوه، ده بتاع الاكلير مش بتاع بلح الشام. هنا بليت ايديا بحتة زيت، بليت العجينة كده عشان تتماسك كويس، وفي نفس الوقت تبقى سهلة معايا في الكيس الحلواني، وما تقطعليش الكيس وتنزل بكل سهولة. شايفين سهلة وبسيطة ازاي وسلسة. نقطتين الزيت دول صراحة بيخلوها يعني تبقى معايا سهلة جدا. وهنا الزيت بتاعي بارد تماما، يعني انا جبت الصينية وحطيت فيها الزيت بارد جدا، ما يعني ما شغلتش عليها. هنشوف مع بعضينا طبعا كل الخطوات. وببدأ كده اقطع بلح الشام، طبعا بتقطعيه الحجم اللي انتي عايزاه، دي براحتك وحاجة ترجعلك. ما بتمليش الصينية بتاعتك قوي، ولا يعني لو عامله مستخدمه طاسه برضو ما بتعبيهاش قوي، بحيث ان هو بيكبر اصلا وهياخد مكانه، وما تخلوش يلزق في بعضه فشكله يبوظ، وتلاقي اشكال هندسيه طلعت معاكي. كل ما عايزه تحافظي على شكله اكتر، تستخدمي طبعا المقص في القطع كده، بحيث ان هو يبقى متساوي من ورا في القطعه. وكمان ما تخليهمش يلزقوا مع بعض قوي، علشان لما ينفش وكده ما يلزقوش في بعض ويعملوا لك اشكال هندسيه. طبعا هنشوف، انا ما فصلتلكيش اي حاجه، ما حبيتش ان انا اقطع لك اي جزء من الفيديو، بحيث ان انت تشوفي كل التفاصيل مع بعض. طبعا ولعنا النار ادوب اهو. هنا بقى انا مسرعه الفيديو جدا، بحيث انك انت تشوفي كل مراحل التسوية. انا مش هحط اي حاجة ولا معلقة ولا شوكة على بلح الشام غير لما احس ان هو بدأ يمسك نفسه، وابدأ اقلب فيه براحتي. انما غير كده هتلاقي ان العجينة مسكت في المعلقة بتاعتك او اي حاجة انت هتستخدميها، وهيبقى باظ شكل بلح الشام، وخسارة يعني هتبوظي الدنيا. فهنا بقى انا هسيبه براحته خالص. بصوا شايفين كده لغاية لما يكبر وينفش ويبقى ينفع ان انا اقدر اقلبه. هنشوف كده مع بعض كل التفاصيل. حابة اشكركم جدا على كل دعمكم ليا وكل كلامكم الحلو اللي بتكتبوه لي. حابة اشكر كل اخت نورتني وكبرت قناتي واسعدتني باشتراكها في قناتي. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، واقدر اقدم لكم وصفات تحبوها وتكون سهلة وبسيطة، واكون بقدر اقدم محتوى واضح بالنسبة لكم. هنا طبعا اهو شايفين، لولا ما هي مسكت نفسها، لولا ما قدرت ان انا اقلبها. طبعا برضو هسيبها في الزيت لغايه لما تاخد اللون اللي انا عايزاه. طبعا الشربات بتاعي بارد تماما، قد يكون يعني ساقع، لو انت عايزه تحطيه في التلاجة حطيه مش مشكله. هنا بطلع اللون اللي انا عايزاه اغمق درجه، لاني لما بينزل في الشربات بتفتحها اكتر. يعني اللون اللي انتي محتاجاه طلعي اغمق منه سنة، علشان هي لسه لما تحطي البلح الشام في الشربات بيديكي درجة افتح. تمام، بيفتح معاكي درجة. وهنشوف برضو كل الخطوات دي، وهنشوف مع بعض كل التفاصيل دي مع بعضنا. انا كده هنا جايبه الشربات، بصفي البلح الشام بتاعي كويس قوي من الزيت، وبعدين بنزله في الشربات على طول اللي هو وسخن، والشربات بارد، وطفيت النار. وهرجع اعمل طاسة تاني من بلح الشام. شايفين أنا الخطوات تقريبا كده واضحة معاكم وسهلة بالنسبة لكم. انا الزيت عندي سخن، فبحاول ان انا اقطع بسرعة بسرعة، وفي نفس الوقت النار عندي مطفية، وحطيت الكمية اللي محتاجاها الصينية بتاعتي، وهبدأ اشغل عليها النار تاني، وهرجع اعمل نفس الخطوات هي اللي شفناها من شوية مع بعضنا. وفي نفس الوقت برضو ما بعبيش الصينية بتاعتي كلها كتير من بلح الشام. ملحوظة كمان، عشان زي ما احنا شايفين مع بعض ممكن الزيت عندك يفور كده، فانت لازم تكوني بتستخدمي حاجة عميقة. شايفين لونه فتح ازاي، شايفين من جوه كان ازاي، يعني بتهيألي شكله واضح. وطبعا هنشوفه مع بعض اوضح من كده بكتير. هنشوف طبعا ب يعني لسه شوية كده هنرصه. شايفين العظمة، شايفين اللون، شايفين الجمال. حقيقي كان تحفة وطعمه تحفة، ومن جوه كان عظمة ومستوي جدا. وكان يعني بصوا
حاجة فوق الخيال، يعني بجد جربوه والله هيعجبكم. وهنا طبعا انا بنزل البلح الشام بتاعي في الحلة بتاعتي اللي فيها الشربات، وبعد كده ببدأ اخده في طبق تاني بحيث ان هو ينزل اي زيادة من الشربات لو اخدها من الحلة، وبعد كده ببدأ ارصه في الطباق التقديم بتاعتي براحتي. لو عندك جوز هند تقدري ترشي عليه كده من فوق، هيديكي شكل تحفة جدا. لو عندك مكسرات تقدري تحطيها برضو، شوفي اللي عندك واللي انتي بتحبيه واللي عيالك بيحبوه تقدري تحطيه. فانا عندي كل اللي عندي بيحبوه من غير اي اضافات، فعشان كده ما ضفتش معاكي اي اضافات. بس طبعا انتي لو ضفتي الاضافات اللي انا بقولك عليها دي، وخصوصا لما يكون عندك حد بيحب الحاجات دي، ساعتها هيديكي تست حلو قوي في الشكل وفي الطعم وفي كل حاجة. وبكده يكون فيديو النهاردة كده خلاص. هنشوف بقى نفتحها مع بعضينا ونشوف قد ايه هي كانت عظمة من جوه. طبعا ما تنسينيش تعملي لايك لو عجبك الفيديو، ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة، تعملي مشاركة للفيديو عشان اصحابك يستفيدوا زيك، او حبايبك او قرايبك يستفيدوا معاكي من الفيديو. وبتمنى اكون فدتك. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبك. واستني بقى نشوف واحدة من جوه. هنجيب كده واحدة ونفتحها. انا كنت هقطعها بايديا بس حبيت ان انا اوريكم التفريغة اللي من جوه وقد ايه هي فاضية وقد ايه هي حلوة. بجد الفيديو يستاهل انك انت تحطي لي لايك. بتمنى انك انت تحطي بس لايك. كده خلص الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، وصفة جديدة، وان شاء الله دايما عند حسن ظن.